السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير، مساء الهنا، مساء الجمال. يومكم عسل وزي الفل إن شاء الله. آه، وزي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده أنا بجهز دلوقتي الغدا. فأنا حط حطيت دي مش عارفة، لوبيا، سوري، لوبيا، بتهيألي اسمها لوبيا. انا بسلقها، غسلتها كويس قوي وبسلقها، وكنت نقعاها كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده سلقتها. هي خلاص قربت تنشف زي ما انتم شايفين كده، قربت تستوي. مش شرط انها تنشف يعني، هي قربت تستوي معايا اهيت. وحاطه كيلو ونص من اللبن، هدي صينيه رز معاكم. آم، وزي ما انتم شايفين كده هي قربت تستوي، فاضلها 5 دقايق بس وهتستوي. ودلوقتي انا خرطت بصلايه زي ما انتم شفتوا دلوقتي، هسبك كده لدي للطبيخ اللي هي البامي، اللوبيا. وخلاص اهوت، مجرد ما يصفر بس انا مطلعه كيس من الفريزر طماطم كانت مسبكه. طبعا انا بحطها مسبكه كده في الفريزر اهوت. طلعتها ولما فكت خالص انا صفيتها. مادام هعمل طبيخ يبقى لازم اصفيها بمصفى كده، المصفى تكون ضيقه بحيث التفل الموجود ده كله مش عايزاه في الطبيخ طبعا. انا صفيتها بالطريقه دي وبقت ناعمه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبقت جاهزه خلاص. هسقطها بقى في البصل، وبعد ما البصل ده يحمر انا بحب اسبك يعني احمر البصل. وبرضو اول ما البصل ده يحمر هجيب معلقه من الثوم وهحطها قبل ما اسقط الطماطم على طول. وطبعا انا البستيلا دي، انا عندي طقم اللي هو البستيلا اللي قدامكم دي، طقم على بعضه كده 6. فدي اصغر حاجة. حاطة فيها بسلق كيلو لحمة جنب الرز واللوبيا. على فكرة انا معرفش اسمها، بس انا بتهيألي اسمها لوبيا، لان انا ما بعملهاش. انا يمكن متجوزة بقالي 7 سنين، دي تاني مرة اعملها. وخلاص قرب البصل يحمر، واول ما يحمر هرجع لكم بقى عشان الوقت اهوت. هحط معلقة من التوم زي ما انتم شايفين كده، معلقة توم. هسيب بقى الطماطم. وبصوا هي تعتبر مسبكة يعني، انا هسيبها بس 5 دقايق كده، اقل من 5 دقايق كمان. ابصوا شفتوا تقيلة ازاي، لان هي اصلا مسبكة وصفتها، لان الطبيخ لازم يبقى كده. وساعات الطبيخ على فكرة بعمله معلقة توم واحط الطماطم على طول، مش شرط البصل. ساعات كده وساعات كده، عادي اي حاجة حسب ما انتي متعودة بقى. يعني كل بيت وله يعني ايه طريقته في الاكل. مش شرط ان انا ايه، ان احنا كلنا نعمل الاكل زي بعضنا او بنفس الطريقه. ولقيت في الفريزر لما اجيب زبده للرز، لقيت كفته دي ما كانتش في دماغي خالص. اول ما شفتها كده قلت اسقطها مع اللوبيا. خلاص انا كده خلاص هجيب اللوبيا بقى واسقطها، لان كده تمام خالص. بقت تقيله ومسبكه معايا. انا معايا ملح دلوقتي وفلفل ابيض، وفلفل ابيض وحبهان. لكن ما حطيتش فلفل اسود، بحب الفلفل الابيض عشان ما يسمرليش الطبيخ. الفلفل الابيض ده جميل جدا، والحبهان والملح وبصوا في جنب الملح، جنب الملح كده ذره بس كده من السكر. طبعا مع الطماطم كلنا لازم بنحط ايه حاجه بسيطه كده من السكر، يعني اقل من ربع معلقه شاي يعني صغيره. وما حطيتش طبعا الحبان ده جميل قوي على فكره، حلو قوي يعني، بيخلي ريحة الاكل حلو، اللي هو الشوربة او الطبيخ او المشويات، انا بحبه في الاكل. خلاص انا هسقط اهوت بقى اللوبيا بعد ما اتسلقت كويس وبقت مستوية. برضو هتاخد غلوة بس سايبة كده برضو انها، لان انا عاملة حسابي ان انا اديها غلوتين برضو على النار، فيعني مقللة سواها عشان ما ايه ما تعجنش معايا وكده، تبقى مظبوطة في السوا. ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة.
وتنضموا ان شاء الله كده لعيلتنا الصغيرة مع عتمة. انا كده خلاص هسقط برضو الكفتة، لان هي مش هتاخد غير معايا حاجة بسيطة جدا. اللوبيا تعتبر مستوية، يعني هتاخد بس غلوة واحدة، يعني الغلوة اللي هتاخدها مع الكفتة بس. بشوفها كده هوريها لكم مستوية اهو، مش محتاجة اي حاجة خالص. هسيب بقى الكفتة، وكنت عاملاها من قريب برضو، وان شاء الله اعملها معاكم باذن الله برضو. انا كده خلاص حطيت الشوربة من الشوربة بتاع اللحمة، وبرضو هديله غلوة واحدة برضو كده مع الشوربة. هدي اللوبيا غلوة واحدة بس كده، وهطفي عليها تبقى كده خلاص. بصوا بقى كمني مصفية الطماطم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، خفيفة كده ومش تقيلة ومش فيها تفل ولا حاجة، حلوة. وده خلاص ده يبقى اعتبر معانا خلص معايا. فاضل 5 دقايق بس وهقفل عليه، وهقفل البوتاجاز. وطبعا الشوربة انا كنت حتى بقى مع اللحمة برضو حبهان، بس حبهان مش ناعم وانا بسلقها. دلوقتي حبهان وطماطم وبصل وقرن شطة. وزي ما انتم شايفين كده انا خلاص غسلت الرز، وهحط له بصوا معلقه ملح، والملح ده حسب الرغبه. وحطيت لحمه كده زي ما انتم شايفين، اللحمه دي خدت 75 كده من السوا، لان الباقي هتستوي معاها مع الرز في الفرن. ومعايا الزبده زي ما انتم شايفين كده، هضيف الزبده برضو عليها على الرز. والصينيه دي بتبقى جميله قوي، الرز كده بيبقى حلو لما يكون متطعم كده باللحمه، بيبقى طعمه جميل قوي ومميز. غير ما يعني بيختلف برضو عن ما انت ما بتحط اللحمه او من غير. فالطريقه دي حلوه قوي، اللي هيجربها مش هيندم خالص. كده بقى انا هقلب بقى واحط اللبن وارجع لكم، عشان انا ماسكه التليفون بايدي، وهقلب كويس، ولو احتجت ملح اكيد هحط. لقيت عايزه شويه ملح على فكره، انا حطيته زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا هحطها في الفرن، واول ما تطلع من الفرن طبعا هرجع لكم. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت حوالي 5 قطع بس من اللحمه، وسبت بقى كام قطعه كده تتحط مع الاكل بدون الرز. تغيير شويه من الاكل، يعني نحاول نغير شويه. خلاص انا رجعت لكم دلوقتي على فكره، عشان احنا في ما بيننا مصداقيه طبعا. انا ضفت حاجه زياده في الطبيخ، بس بجد كانت قدامي وكنت حاطاها وعامله حسابي، بس نسيت ان انا احطها قدامكم. ورقه بس لورا، لان طبعا بتفرق في الريحه مع الحبهان، بتدي طعم الطبيخ او المشويات طعم حلو. ففي الاخر خالص يعني بمجرد ما خلاص هغرف بقوم شايلاها من الحله. بس انا حبيت بس اعرفكم علشان يبقى في صدق ما بيننا، واحس ان انا كده استاهل الاشتراك اللي انتوا بتحطوه لي. وخلاص كده خلاص انا هطفي عليه. استوى تمام، الكفته بقت كويسه استوت، واللوبيا نفسها استوت. وزي ما انتوا شايفين كده حاجه بجد تفتح النفس طبعا. لاني بندي كل حاجه حقها، لازم لما بتدي الحاجه حقها بتطلع مش وحشه، عمرها ما تطلع وحشه ابدا، بتطلع مظبوطه 100%. خلاص انا طفيت على اللوبيا خلاص.
وهطلع بقى الرز، هو في الفرن حاليا دلوقتي. كله كده يستوي مع بعضه. واللحمه انا لسه قايده عليها هي برضو شويه كده، وهطفي عليها تكون استوت، هتستوي مع اللي في الفرن. وخلاص زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا الرز؟ صينيه الرز شكلها جميل جدا، واللحمه بصوا دايبه دوب بجد. اللحمه مستويه جدا جدا. وممكن تحط في طواجن، وممكن على فكره لو اللحمه صغيره مش هتسويها ولا سوا ربع ولا تلت حتى، بتقوم انت حطها رصاها وفوقها الرز والملح وتمام خالص، عادي بتستوي لو لحمه صغيره. لكن دي مش لحمه صغيره يعني. وهوريكم اللحمه اهي دايبه مستويه جدا اهيت. ويا ريت اللي ما عملش اشتراك واول مره يشوفنا، يا ريت تعملي اشتراك لقناتي ولايك وشير عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. وكده شفتوا اللحمه مستويه جدا جدا. يلا اتحطي زي ما انتي. نخفي الجريمه، كل حاجه بقت تمام صح. وعلى فكرة المادة الدهنية حسب ما انت حابة وعايزة، مش شرط زبدة مش شرط سمنة، لو شوية زيت عادي وهتطلع الصينية زي ما انت شايفة كده بالظبط. ده بيفرق مع اللبن على فكرة. وياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبكم طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.